الفقيه يلا صلى بالناس، كنت وقفات عليه بنت كتقول لي ما عنديش فين نبات، خليني نبات في الجامع. الفقيه في الاول ما غاديش يبغي، ولكن ملي بقى كيفكر غادي يزرب، غيقول لها مرحبا وغادي يخليها تبات معاه في الجامع. والمفاجاه في الصباح الناس كتصدموا بالبوليس كيطوق الجامع حيت وقعت مصيبه حتى شي حد ما كان كيتوقعها من الفقيه. كما العاده هذا الفيديو ما خدامش. السلام عليكم خوتي والحباب والناس اللي تعرفوني وعزيز عليهم. في واحد الفيديو قلت لكم باللي كتستاهلوا بوكي ديال الورد على الدعم ديالكم والكلمات الزوينه. جبت لكم هاد البوكي ديال الورد اللي كله احمر معزول وريضه الاخوان كعربون محبه والشكر لكم. منو تقبلوا مني الاخوان، واللي شاف هاد اللقطه يخلي كومونتير يوصف بها المحتوى ديالنا ويقول لنا شي كلمه زوينه شجعنا بها. تحياتي لكم وفرجه ممتعه. لافير ديال هاد النهار غتحطنا في بوزنيقه. فقيه ديال واحد الجامع سميتو عثمان، شاب قارئ قرآن كيصلي بالناس، ما عنده لا مع لا غوش لا مع لا درواج، كيمشي في طريقه كيصلي بالناس كيشد داك الجامع. الناس سايقين فيه عارفين باللي بوه اللي قبله داز قبل منه، السميه ديالهم والسمعه ديالهم هي التاج ديال راسهم. ولكن كما كتعرفوا اخوتي العزاز حتى شي واحد في هذا الكوكب يعني ما تيسلم من البشر ومن شر الخلق. هاد الفقيه عثمان كان يعني يلاه ضرب 30 عام، يلاه مؤخرا فاش كان تزوج ولا يلا بدا مع واحد بنت الناس وشادين الحياه ديالهم، ساكنه قريب تما الجامع ما بعيدش بزاف. الحاجه اللي غتبدل ليه حياته غتوقع في واحد الليله. هاد الفقيه غيصلي بالناس الجامع، كيبقى هو اللي خارج الجامع من بعد كيسد وكيمشي في حاله. هذيك الليله الله سد الجامع غيدور يمشي في حاله، حتى غتوقف عليه واحد الدريه تما حدا الجامع حدا الباب ديال الجامع. فاش غيشوفها يقول لها بنتي ما كاين باس. الدريه كلها كتبكي مخلوعه، تسلطات عليه تما. غادي يسولها غتقول لي سميتني امينه. الدريه كتبكي مخلوعه، يسولها مرة غتقول لي عندها 17 عام. يعني جاب الدري تما في ذاك الليل وتما في بوسنيقه. هاد الفقيه غيسول البنت يقول لها مالك بنتي مالك كيفاش الحاله، شكون دار لك الحاله هادي؟ والدري غتعاود الفقيه كلشي قصه من الاول. غتقول لي انا ماشي بنت هنا، انا من سيدي سليمان. هذا واحد الشهير تعرفت لواحد الدري وبقيت معاه كل نهار غنخطبك غنتزوج بك صافي، ودخلت معاه في علاقه. من بعد ولا كيبغي نخرجوا نديروا ودويره ونجيو وصافي. بقى كيقنعني، ركبت معاه في الطوموبيل جينا نضربوا دويره ونرجعوا. ولكن ملي جينا قولبني خذ داكشي اللي بغا وهرب وخلاني هنايا. وانا دابا راه محنسره، والديا كيصونيو ليا وانا ما نقدرش نجاوبهم، ما عرفت ما نقول لهم راني مخلوعه. ولي الجامع هو امن بلاصه اللي نقدر نلقى فيه شي حل ولا نبات فيه غدا الصباح الليل هذا وخفت على راسي. وهاد القصه اللي قالت الدري غتاثر في الفقيه مزيان، وخصوصا انا كنت يعني شاد واحد المنصب يعني امام ديال الجامع، ولا اصلا انت فقيه كتصلي بالناس ديما يعني الناس كيتجهوا لك باش تنصحهم باش تصالح الناس. كتكون يعني ديما الانسانيه عندك زايده ناقصه وكتبغي دير الخير، فغالبا تخدمها بالعاطفه قليل يعني فين كتبقى تحقق. وخصوصا الدريه بحال هذيك واقفه عليك فغتبغي دير اي حاجه باش تعاونها. عثمان غيسول الامين يقول له عندك النمره ديال والديك؟ عنده معاهم قنعهم متخمم من والو. غتعطيه واحد النمره غادي يطاب بها، غيصوني النمره كتصوني وما كيجيو حتى حد، عاود يصوني عاود ثاني كتصوني وما كاين حتى شي واحد. والنمره ديال الطريطه اللي غتريطو وانا نجيكم الهضره من بعد. ملي الفقيه سالي نحولوا مع الدريه النمره اللي عطاتو كيصوني ليها حتى شي واحد ما كيجاوبو، هو خاصو يمشي لدارو. ما يمكنش هو خارج يمشي لدارو يبقى مع الدريه تما. غايقول لها شوفي بنتي جبت شي حاجه الفلوس عطاها ليها، قال لها كيسيري طلبي زهره تلقاي المركوب والله يعرضك السلامه، انا خصني نمشي عند وليداتي راه ما عندي من ندير لك. وهنا الدريه في سمعت الهضره عاود ثاني عطاتها البكا، بقات كتبكي تما على الفقيه. قال له شنو بغيتي ندير معاك؟ قلت انا طالبه حاجه واحده، انا نحل ليا الجامع نبات فيه الصباح نمشي في حالاتي ما ندير حتى حاجه اخرى. الفقيه غيقول له ودي راه الجامع انا مش حاد بقى كيبات فيه حتى واحد، انت راه كي بنت الناس هنايا راه كله كيوشنو كيوسوس لي عقلو ما يمكنش نخليك. وبقات كتقنع فيه الدريه تبكي عليه حتى صافي مع راسو. هذاك البيت اللي كيكون كيعطوهم يعني الفقهاء والامام، واحد البيت صغير كيكون ورا الجامع كيرتاحوا فيه الفقهاء. والفقيه جا في بالو ذاك البيت يعطي لها تبات فيه الصباح، يجي قبل الفجر يصيفط في حالاتها حتى شي حد ما غيجي يخبارو من يكسب الاجر ومن ما يخليش الدريه مشرطه. غادي يديها مع الفقيه غيحل الباب ديال اللور ديال الجامع غيوريها البيت، غيقول لها شوفي بنتي عملي غنجي نود الفجر راه غادي نحل لك غتمشي الله يعرضك السلامه بلا ما تجيبي الصداع ماشي. والدريه تقول لي صافي انا درتي فيا الخير هذا الله يرحم لك والدين، انا ملي قبل ما يوض الفجر لقاني فايقه نمشي في حالاتي ما نزيدش دقيقه. وهادشي اللي دار الفقيه، خلى الدريه في البيت سد عليها نعس ترتاح شويه، مشى للدار ديالو عند مراتو. الصباح قرب الفجر خاصو يجي باش يودن. جا حل داك الجامع طاق على الدريه جاوباتو الدريه فايقه. اقول لها بنتي راه غنطلع نودن يلا نخرج معاك انت هي الاولى ونجي قرب الاذان. ولكن الفقيه هنا كتصدم بديك الدريه كتشوفي وساكته. قالت لي لا ايه لا واخا لا والو. السيده عينيها تبدلوا. قلت لي فين غنمشي واسير الفقيه؟
خديتي داكشي اللي بغيتي قول لي يلا نمشيو. فين غنمشيو؟ وهنا الفقيه عثمان عرف راسو مهامن، عرف المغزى من الاول وفهمها معطل الفكره اللي باغا دير ليه الدريه. قال شوف الله يرضي عليك غادي تضيع وقتك معايا، هادشي اللي غادي فيه راه ما خدامش معايا، غنوض الله يعرضك السلامه، درنا فيك خير يلا توصلي. والدريه شنو غدير؟ غادي تنوض وغتبقى عاطيها للغوات، درتي ليا ضحكتي ليا فعلتي ليا، نتوما عارفين السيناريوهات فاش بنادم كيلوح عليك الباطل. والفقيه باقي كيحاول يسمعها، والدريه خرجت برا الجامع عطاتها للغوات والناس باغيين يجيو يصليو الفجر. وهنا الاخوان فين غبدا الفيلم، الناس كيتجمع، واحد كيتجمع على واحد. الموضوع شنو هو؟ الفقيه مدخل دريه ومضاربو وياه قدام الجامع. هادشي يا الاخوان وهذا الباطل يعني كيمشي كيريبك، ما تبغيش الاعداء ديالك. تجمعوا الناس دوروا الفقيه تما وديك الدريه. مفاجاه جات حتى مراتو يعني كتشوف واخا تقنع بشي حاجه، انت والدريه في الجامع اش تشرح ليا ولا اش تقول ليا؟ ولكن اللي صادف في هادشي ان ديك الدريه بان باها وبان تما ما عرفناوش من جاو، تا هما جاو شدوا من بنتهم وعطاوها للغوت وهداك الشيء وهادي، وراه دار حق لي لعبتنا ما غادي نسمحوا ليه غنربيه وغنديرو. فقيه واقف وسط داك الشيء وها كيشوف، وماشي بزاف غادي يحضر البوليس وغادي يشدوا الفقيه ويدوا ديك الدريه وتما الوالديه باش يعرفوا واش واقع. هذيك الدريه باقا ما كملاش السن ديال القانون، ما عندهاش 18 عام، يعني ديما غتكون مظلومه، غتقول للبوليس بلي هذا ضحك عليا ودار ليا. والديها مقررين الفيلم مزيان. فقيه ها كيشوف فاش سولوا البوليس كيقولوا هادشي ما كاينش، اللي وقع جات عندي ما عندهاش فين تبات، كتبكي عليا درت فيها خير، بالفجر جيت باغي نفيقها تمشي فحالها دارت ليا دروينه. ولكن ما هو والديها كيخرجوا عينيهم وهادي. هذاك الفقيه معاه يعني بقى كينكر يعني داك الناس اللي خصوصا الكوميسير اللي مكلف في القضيه يحاول يعني يبات لي القضيه في شكال. الوالده ديالها معاها الفقيه يعني كيشوف وسولوا عليه الناس، والدي الله يعمر دار سنوات والله يعمر دار كيدير الخير كاع، هو غتسبق ليه يجيب دريه الجامع شي حاجه انا ما راكباش. بقى غادي يقول لهم انا صونيت لباها وراها مارا، قلبوا التليفون ديال باها راه صونيت ليه. غياخذوا البوليس التليفون من عند الفقيه، غيشوفوا ديك النمره اللي صونا عليها اللي عطاتو البرهوشه، غادي يلقاو باللي ديك النمره ديال الدريه الصغيره. ملي غيشوفوا باللي النمره اللي صونا عليها الفقيه ديال الدريه ما كاين فين ينكر. انت كيفاش دبرتي نمرتها؟ وهاد الخدعه الخوتي اللي طيحاتو فيها كما قلت لكم في الاول باش ملاتي لي ديك النمره. هو الفقيه بقى عنده حل واحد، الوالدين ديال ديك الدريه طلبوا منه باللي راه الحل الوحيد نسمحوا نفضيو الروينه هي يتزوج بهذيك الدريه ويسرها. وهنا عثمان عرف الفيلم، الدريه بغا يستروا الى السقوا عليه باش يفاروها من شي بلان اخر ولا شي حاجه ولا ياخذوا شي حاجه. من بعد غادي يفهم باللي البلان فين كاين، طلبوا ليه في الصداق يحط 5 مليون عاد يزوجوا لي ديك الدريه. في الاول عثمان ما غاديش يبغي، او بلا بحال غيعيش كاع اللهم الباطل وضرب الحباسات ولا السق لك بنادم مونتيف اللي ما دير فيه والو. ولكن الناس ديالو والناس اللي بقاو تايقين فيه والمعارف ديالو غادي يقنعوه بلي راه غيجمعوا معاه تما الفلوس، غيديروا معاهم يدي يجمعوا معاه داك المبلغ، غيخرج هذيك البلاصه ماشي ديالو. غادي يخرج عثمان وغيتفاهموا باش يتزوج بديك الدريه ويعطيها الصداق اللي بغات. ومراته الاولى ما تعقدش به حتى هي مشات في حالتها عند والديها، هو المشكل ديالو دابا غيفك هذا المشكل. ولكن البوليس طبيعه الحال يعني ما غاديش يحدوا منها، ديما لونكيت خدام وديما البحث خدام. ما جا فين نهار اللي غيتزوج عثمان بديك الدريه البوليس مازال خدام في الكواليس. شنو غادي يلقى؟ غادي يلقى باللي باها لاكارت ديالو كل مده يعني كل اشهر كيبدل السكنه ديالو. مثلا انت ساكن في كازا واحد المده كتولي ساكن في اكادير، كدوز واحد المده كدير شهاده السكنه وتاخذ لاكارت اخر ديال مدينه سيدي سليمان وهي كطور. ملي غيحققوا مزيان غادي يلقاوه بزاف ديال القضايا ديسيهم في الكوميساريه. وشنو هاد القضايا؟ كيحط الباطل على بنادم باللي شي واحد كيبغي يتكرفص ليه على بنته. وهنا فين البوليس غيعاودوا يديروا لونكيت من الاول وغيضغطوا على ديك الدريه حتى نهار وغتقول لهم بلي هادشي ما كاينش، وغتعاود لهم الفيرسيون الحقيقيه اللي قال الفقيه باللي رجعت عنده ومتفقين وباها وامها باش يديروا هاد النصبه وداروها على شحال من واحد. وهكا غيتفرج فيلم ويخرج من الفقيه الحمد لله براءه. وهذوك خوتنا غادي يتحاسبوا بالنصب. شوفوا خوتي خواتاتي كيفاش بسهوله يعني كيطرم عليك الباطل. وانا عارف الخوت بزاف ديال الناس متابعيني كتلاقى معاهم يعني بزاف ديال البلايص واش يعاودوا لي يعني اغلب المشاكل ديالهم هي الباطل. يعني كتكون تزويوان وديما الدرويش ديما كيطلع عليه شي باطل اللي كيكون خايب، شي باطل اللي كيريبو ولا كيهرسو ولا كيصيفطو. لكن اللي غنبغي نقول لك اخويا ولا اختي قد ما ظلمتي بنتاش راه كيرب الكون ضيعتي شي واحد في الحق ديالو. وكما العاده اصدقائي وصلت لهنا خلي شي تخربيشه نشوفك بها. وكما العاده اصدقائي الا وصلت لهنا خلي شي تخربيشه باش نشوفك. وتحياتي للجميع وما تنسوش تدخلوا معنا في الصفحه والقناه. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.